عشان دي دولة، وكان مشكلتها في السنين اللي فاتت ان هم هزوا ثقة الناس فينا، مش فيا انا، في نفسهم. الناس ما كانتش مصدقة ان ممكن نعمل طريق او كوبري، واستكتروا على نفسهم طريق وكوبري. تخيلوا، الناس استكترت طريق وكوبري، قال لك يا ده كتير. كتير ايه يا راجل؟ ده لسه بدري قوي، لسه بدري قوي من العمل والجهد والمثابرة. اسمعوا، لو كان البنى والتنمية والتقدم ثمن الجوع والحرمان، اوعوا يا مصريين ما تقدموش، اوعوا يا مصريين تقولوا ناكل احسن. والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم، لو كمن ثمن التقدم والازدهار للأمة إنها ما تاكلش وما تشربش زي ما الناس بتاكل وتشرب، ما تاكلش وما تشربش. يقول لك أنت بتقول إيه يا عم؟ هم بقى ماسكين الكلام ده. اسمعوا لو سمحتم، ادوني فرصة أقول الكلمتين عشان لسه برنامج طويل قوي. يا جماعة، يا جماعة، أنتوا عايزين تبقوا لكم مكان على الخريطة في دولة 95% منها أرض صحراء، صحراء، 95% صحراء. اسمعوا كلامي لو سمحتوا من فضلكم. احنا بنتكلم ان المرء لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق، وان المرء لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يعني هم بيتحروا الكذب وهم عايزين يبقوا مكتوبين عند ربهم كذابين، كذابين، مخربين، مدمرين. كل يوم بيعدي على شعب يتنكد عليه، والله حجم الاسم والظلم اللي بيتحملوه الاشرار فوق خيالكم. هم فاكرين العمليه ماشيه كده؟ لا، مش ماشيه كده.